او في الامارات. يعني ما قادر اوصف لك الشعور كيف، فاهم؟ يا مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك؟ انا عمر من السودان. طب موافق ان انا اصور معاك؟ ايوه اتفضل. يلا بينا. يلا بينا. انا من السودان، تحديدا من السودان، من الخرطوم. يا عمر انت مقيم هنا ولا سياحه؟ انا مقيم هنا. مقيم بقالك قد ايه؟ بقالك كام سنه؟ يعني بقالك كام سنه في دبي؟ ما كملت سنه، لكن يا دوب 7 شهور. نقدر نقول بتحب دبي؟ ايوه اكيد. ايه اكتر حاجه في دبي بتعجبك؟ وايه اكتر اماكن بتعجبك في دبي؟ في الامارات ككل يعني، مش دبي بالاخص. اكتر حاجه بتعجبني في دبي اثبت او اثبت في الامارات اثبت مكانك لك. اكتر حاجه بتعجبني في الامارات العربيه المتحده ابو ظبي. ابو ظبي واكتر شيء بتعجبني فيها المواطنين الاماراتيين. ابو ظبي جميله بصراحه. ايوه. ودبي اجمل، العين، راس الخيمه والفجيره، وكلها ناسها طيبين. كلمني عن عاداتك وتقاليدك بمناسبه طبعا عيد الاضحى، كل سنه وانت طيب. انت طيب. بتعملوا ايه من ساعه الصلاه بتاعت العيد؟ تصلوا العيد، عادات السودانيين. ايوه. توزعوا، بتعملوا ايه؟ عادة يعني في كل عيد، تحديدا عيد الأضحى، يعني بنطلع من المسجد، بنرجع البيت، الوالد في الطريق بينزل بيسلم على ناس الحارة كلهم فردا فردا، بعدين بيجي لين ما يجي المسجد اللي جنبنا في الحارة بيكون يا دوب خلص صلاة. نحن تقريبا كل عيد أضحى نحن أول ناس. وعادة خروفين. الخروف اليوم الأول. خروف بيدخل جوه ما بيطلعش. ايوه. والخروف الثاني يعني صدقه المسلمين يعني الذين لم يضحوا. طيب كلمني، احنا عندنا في مصر اسمها فته، اللي هي رز ولحمه بالخل والثوم والعيش المحمص. انتوا عندكم اسمها ايه؟ فته برز، يعني هو عيش، يعني بفتوا العيش في الصحن وبكب عليه رز وشويه شوربه وبتاكل، بس ما بيتاكل بعد صلاه. بس اسمها فته. ايوه اسمها فته. طيب تمام، متشابهين جدا في العادات. ايوه. انا هسالك سؤال، لو انت جاوبتني على السؤال ده انا هديك 100 درهم، بس تفكر كويس في السؤال وتجاوب عليا، ومعاك 10 ثواني. كم ولايه في دوله السودان؟ 18 ولايه. اكيد. اكيد. انا سوداني وعارف اي حاجه عن بلدي الحمد لله. انت كسبت معانا. نزلت مصر قبل كده؟ ابدا، نفسي انزل والله. معظم اصحابي يعني، وعندي طبعا اصحاب مصريين من الثانويه. ويعني اي واحد انا اعرفه شخصيا يمشي مصر يشكر لي، يعني ما كل ما يوصف لي يعني حلاوه مصر، انا يعني ما قادر اوصف لك الشعور كيف، فاهم؟ بس يعني ان شاء الله حمشي مصر قريب باذن الله. ان شاء الله تنورنا وتيجي مصر وهنجيبك مصر معانا. طيب بشكرك قوي قوي قوي، ونورت دبي والامارات كلها، واتمنى ان انت تنور مصر ان شاء الله. اتشرفت بيك يا عمر.